أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله. مساء الفل، مساء السعادة، مساء الرضا من الرحمن، يا مساء الشتاء والبرد والتكتكة. بما إن النهاردة الجو برد وفيه شتاء، تعالوا نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا ملايين بيعشقوها، وحلوة جدا وبتدفي في الشتاء اللي احنا فيه والبرد ده. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا النهاردة، ويا رب يومنا يعجبكم. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل في وصفتنا ويومنا الحلو اللي متدفي ده على طول. اول حاجة كده زي ما انت شفتوا في الاول، جبت الطماطم وضربتها وضربت معاها قرنين شطة حاميين في الخلاط وحطيتهم جنبي، وبدأت اللي انا اجيب بصلتين كده، بصلتين كبار. المحشي بتاعنا بيحب البصل، فالنهاردة وصفة النهاردة هنعمل مع بعض تشكيلة محشي كده حلوة وان شاء الله تعجبكم جدا. ولا كانت في البال ولا عنية، كان عندي شوية ورق ورق لفت، فهم اللي خلوني اعمل المحشي النهاردة. فتعالوا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. زي ما قلنا جهزنا الطماطم، وبعد كده قطعت البصل على ايدي كده تقطيع صغير، وبعدين حطيته على النار وحطيت كده شوية من الزيت وعليهم معلقة سمنة بلدي، وحطيت رشة ملح ورشة فلفل اسود ودبلتهم. ما بحمرش البصلة علشان ما تتعبش المعدة، بدبلها بس كده، وبعد كده بنزل عليها بالطماطم واحط عليها رشة سكر واحط الملح واحط مكعب مرق الدجاج. مش هحط التوابل دلوقتي، وهديهم تقليبة واسيب الطماطم بتاعتي لحد ما تتسبك. لحد كده تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما قلنا انا كان عندي شوية ورق لفت حلوين، دول اللي شجعوني اللي انا اعمل المحشي. كملت عليهم بقى بشوية حاجات نحشيهم معاها. فجبت كرنباية صغيرة كده حلوة، شلت الورق بقى اللي هو اللي بيبقى مش حلو، الاخضر اللي بره دوت، اتخلصت منه. وبعد كده جبت السكينة وبدأت اللي انا اشيل الراس بالشكل ده. بتشال بكل سهولة، ودي اسهل طريقة اللي انت تسلقي بيها الكرنب. بعد كده جبت مية حطيتها على النار وحطيت فيها ملح وكمون، وبدأت اللي انا اسيبها لحد ما تغلي. وبعدين هتحط الكرنباية بالشكل ده، بتحط الكرنباية بتقلبيها، يعني مكان الراس هي اللي بتبقى تحت. تمام. وبعدين ما تغلي شوية، ما تسيبهاش تغلي كتير طبعا علشان ما تتهريش منك، هي الورقة بتبان قدامك. هتقلبيها على الجنب التاني، وبعد ما تغلي برضو شوية هتحسي اللي هي خلاص استوت معاكي. ما تسيبهاش تستوي وتتهري، لان لو اتهرت المحشي هيبوظ منك. بدأت بقى اللي انا اشيل الورق بتاعي كده، بشيل كام ورق كده، وبعد كده بقلبها على الجنب التاني مرة تانية علشان برضو تستوي معايا ما تبقاش ناشفة. بعمل هنا بقلبها هنا شوية وهنا شوية لحد ما بخلص الكرنباية بتاعتي. وحاطة مية جنبي باردة وفيها شوية من الخل، بطلع احط فيها. وبعدين بشيلهم احطهم على صينية او مصفى علشان يتصفوا. بعد كده جبت حلة تانية وحطيت فيها مية وسبتها لحد ما غليت، وحطيت فيها ورق اللفت. مجرد ما بتنزلي ورق اللفت كده ويغير لونه بتشيليه على طول علشان ما يتهريش منك برضو. يعني انتي ما بتسيبوش كتير، لانك لو سبتيه كتير الورقة هتتهري منك برضو. ولو عايزة تفرزيه تقدري اللي انت تفرزيه كده، مجرد ما ينزل في المية ويغير لونه كده وتطلعيه، تحطيه في ميه وتسيبيه لحد ما يتصفى، وعبيه في اكياس او علب وعينيه في الفريزر، هيبقى معاكي زي الفل. تقدري تستعمليه في اي وقت، بيبقى حلو جدا. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وبرضو مجهزة مية جنبي باردة وفيها خل، وبطلع بحط فيها. بعد كده قطعت بقى العروق بتاعت الكرنب وانا واقفه كده بسلقه. ما بقاش واقفه يعني واضيع وقت، فقطعت بقى العروق بتاعتي وقطعته لحتت صغيره بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بجيب بقى والصلصه شغاله، بجيب ورق الكرنب بقطعه حتت صغيره بقى على حسب الصباع بتاعك، كان هتعمليه قد ايه بتقطعيه. كل ما يكون الصباع صغير بيبقى احلى وشكله احلى عن ما يكون كبير. فبحط بقى الابيض على بعضه، الورقه اللي هي بتبقى ملونه شويه على بعضها. لو في ورقه خضره بحطها على بعضها، الخضره دي بحطها بقى في ارضيه الحله، بتحافظ على المحشي برضو لو سهيتي عليه شويه ولا حاجه. فالخطوه دي بتريحني وانا بحشي، بدل ما اقعد اقطع وانا بحشي وكده، لا بخلصه وبجهزه بيبقى جاهز جنبي. فهفضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص الورق كله بنفس الطريقه كده. زي ما انتوا شايفين خلصت الكمية بتاعتي. جبت برضو 2 كيلو كوسة،
هنبدأ نقورهم كده مع بعض. يعني تشكيلة محشي حلوة جدا، كرنب وورق لفت وكوسة، عشان كل واحد بيحب حاجة. يعني مش كله بيحب الكرنب، ولا كله بيحب الكوسة، ولا كله بيحب ورق اللفت، فاللي بيحب حاجة بقى هياكل منها بألف هنا. هبدأ بقى اللي انا اشيل الاطراف كده بتاعه الكوسة. طبعا الكوسة غسلها الاول كويس، وبعدين بشيل الاطراف، وبعدين بجيب بقى المقشرة بتاعه البطاطس دي، بعمل بيها كده، بتدي شكل حلو قوي. انت لو مش حباها وعايزة اللي انت تسيبيها زي ما هي بقشرها مفيش مشكلة، ده بيرجع عليكي. بس ده يعني ايه، ولا القشرة متشالة قوي ولا كده، فبتدي شكل حلو كمان بعد التسوية. وبعدين بجيب بقى المقوار، وببدأ اللي انا اقور الكوسة بتاعتي بالراحة وانتي بتقوريها، لان الكوسة ما بتستحملش. يعني لو ضغطتي عليها شوية ممكن تتكسر منك، فانتي بالراحة خالص وانتي بتقوريها. طبعا المحشي ده بيبقى يومه طويل، فعايز مساعدات. فكان بمساعدة بنتي قعدت بقى حشت معايا في الاخر بعد انا ما جهزت. تبقى نظيفة وزي الفل، ولا بتتكسر ولا حاجة. هو ممكن بعض واحدة او اتنين تتكسر معاكي، مش مشكلة، حافظة عليها برضو وحشيها هتتحشي معاكي وهتطلع معاكي حلو. بس بالراحة خالص وانتي بتقوريها، لان فعلا ما بتستحملش الكوسة عن اي نوع محشي تاني. طبعا لو انتي بتحب قلب الكوسة اللي انتي تسويه مع المحشي ما ترموهوش، ممكن تحطيه في ارضية الحلة او ارضية الصينية كده، وتحطي المحشي عليها وبتاكليه بألف هنا. بيبقى برضو طعمه حلو جدا، في ناس كتير بيحبوا يعملوه زي الفل. خلاص كده الصلصة بتاعتنا دخلت اللي هي تتسبك خالص، فاضل حاجة بسيطة. بدأت بقى اللي انا احط التوابل: فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، كزبرة ناشفة، بابريكا. هي دي التوابل اللي انا حطيتها. وطبعا حاطين الملح في الاول. هديهم بقى تقليبه واسيبها تكمل التسبيكه بتاعتها، وبعد كده اطفي عليها. ده كده خلاص الصلصه بتاعتي خلصت. تعالوا بقى نعمل تتبيله كمان. جبت كده بصلايه قطعتها صغير، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود و7 بهارات، وبدات اللي انا ادعكهم مع بعض كده لحد ما ينزلوا الميه بتاعتهم. التتبيله ديت لايه؟ معايا فرخه هنبدا اللي احنا نتبلها. الفرخة لما تتبليها بالشكل ده بالبصلة والملح والفلفل، بتبقى نفسها وطعمها حلو جدا، غير لما تحطيها في مية او ما تعمليهاش كده وتشوحيها بس كده. لا، التتبيلة دي ويا ريت بقى لو انت تتبليها وتسيبيها شوية كمان، لو نص ساعة كده في التتبيل، هتبقى احلى واحلى، هتشرب منها وبتبقى طعمها ونفسها حلو جدا. تبلتها بالشكل ده. احط كده معايا بصلتين سلام، ومعايا كمان طماطمايه، هبدأ اللي انا اقطعها بالشكل ده. واحط بقى ورق لورا، حبهان. هي دي التوابل والخضار اللي انا حطيته. لو عندك جزر تقدري اللي انتي تحطي جزر برضو، هيبقى برضو حلو جدا. بعد كده رفعتها على النار، وهسيبها لحد ما تتشوح كويس جدا وتتشرب المية اللي هتنزل منها. بعد ما تتشوح بقى بجهز مية سخنة، وببدأ اللي انا احطها عليها، وبحطها كده على نار هادية لحد ما تستوي معايا. زي ما قلنا اللحوم سويها على نار هادية هتديكي نتيجة حلوة. تمام. اغطي عليها بقى واسيبها تستوي مع نفسها. بعد كده غسلت الرز اللي انا هستعمله، وحطيت عليه برضو خضرة مشكلة كده، غسلتها كويس وقطعتها. وبعدين هننزل بالصلصة بتاعتنا. هقلب بقى كله مع بعضه كويس جدا. انا بحب الرز المحشي يكون احمر معايا كده وحلو، ما بحبش لونه فاتح، بحب الحمار بتاعه يكون حلو. حتى في الشكل كده صباع المحشي بيبقى شكله حلو معاكي. قلبته بقى كويس. هي الكاميرا ظلماه بصراحة، لونه حلو جدا. في نفس ذات الحلة اللي انا كنت عاملة فيها الصلصة، مش هجيب حلة تانية عشان ما نبهدلش بقى مواعين كتير وكده. فالورقة اللي بتبقى خضرة غامقة دي اللي انا قلتلكوا عليها دي، بسيبها بحطها في ارضية الحلة بالشكل ده، برصها كده. وبعدين معايا برضو بتاع ورق اللفت، هبدأ برضو اللي انا احط له ورقتين من ورق الكرنب بالشكل ده، علشان يحافظ لي عليه برضو. اهم حاجة التجهيزات دي، تجهزي تخلصي على طول. هنبدأ بقى نحشي كده مع بعض. انا هعمل الكوسة في الاول كده واحطها في الصينية. انا هعملها في الفرن. ممكن انتي لو ما عندكيش فرن او بتحبي تعمليها في الحلة، ممكن تسويها في الحلة برضو، وحطي بقى شوية من القلب بتاعها تحتها كده تحافظ عليها.
خلصت بقى الكوسه، انا هبدا بقى ايه اللي انا اعمل من كل حاجه كده حاجتين ولا حاجه، وانا اكمل بقى مع نفسي، عشان زي ما قلت لكم بنوتي الحلوه قعدت تساعدني وتعمل معايا. برضو الكرنب كده بدأت اللي انا احط والف المحشي، ما تكتريش الرز قوي ولا تقلليه. وورق اللفت بيتحشي برضو بكل سهولة، بتلفيه كده من الجناب وبتلفيه زي الكرنب بالظبط. لو الورقة معاكي كبيرة قوي ممكن تقسميها على 2 علشان ما تجيش منك كبيرة قوي. وحافظة عليه في السليق، يا دوبك ينزل في المية وطلعيه على طول علشان ما يتهريش منك. هحشي بقى اسفة بقى هحشي بقى كل المحشي بتاعي واخلصه، وبعدين نرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني. دي الكوسه اهيت زي ما انتوا شايفين، حطيت معاها كام قرن فلفل برضو، وده ورق اللفت خلصته، وده الكرنب اهوت. ما شاء الله حاجه كده شكلهم يفتحوا النفس بصراحه. انا سبت بقى معلقه صلصه كده وحطيت عليها شويه شوربه دوبتهم فيها، وهبدا احطهم على الكرنب. ليه بقى؟ بيخلوا لون الكرنب الورقه بتاعته لونه احمر كده وحلو، ما يكونش ابيض، وبيخليه لونه حلو جدا. وبعدين بقى هكمل بشوربه، وما تزوديش شوربه قوي علشان ما يعجنش منك، يا دوبك على اول سطر كده زي ما انتوا شايفين. تبقى النار عاليه في الاول، وبعد ما بيغلي وبيتشرب بتهدي النار يستوي براحته كده تمام. هنعمل بقى ورق اللفت كمان، نحط له الشوربه بتاعته ونظبطه. انا كان عندي برطمان مكان سمنه كده فاضي، حطيت فيه شويه شوربه علشان السمنه يعني نستفاد منها وكده، وبدات اللي انا اسقي بيها برضو. والكوسه برضو زي ما احنا شايفين هدخلها بقى الفرن تمام. ما كتريش برضو شوربه على الكوسه، لان الكوسه بتنزل ميتها برضو، ما تبقاش الميه كتير قوي. تعالوا بقى على ما المحشي بتاعنا يتعمل، تعالوا نعمل شوية لسان عصفور نكمل بقى الأكلة بتاعتنا. حطيت معلقة سمنة بلدي كده، وحطيت شوية لسان عصفور، وبدأت اللي أنا أحمرهم بالشكل ده. هفضل أقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون حلو، خليهم ياخدوا لون حلو علشان ما يعجنش معاكي ويفلفل ويكون مفلفل ويبقى حلو. هو كده تمام. هنبدأ بقى اللي احنا نحط الشوربة. املي بقى الحلة بالشكل ده، هديله تقليبة واسيبه لحد ما يغلي، ولما يغلي بغطي عليه وبطفيه وهو بيستوي بقى مع نفسه. المحشي بتاعنا اتشرب اهوت زي ما انتوا شايفين كده تمام. لسان العصفور غلي، هبدأ اللي انا اغطي عليه واسيبه يتشرب. جربي بقى تحطي معلقة سمنة بلدي كده او قشطة على وش المحشي كده وانت بتعمليه على محشي الكرنب، يا سلام يا سلام، هو ده اللي يتقال عليه بقى يا سيدي. اديله معلقة سمنة بلدي كده، وزعيها على الوش وخليه يكمل سواه، وشم الروايح بقى والطعم الجميل. على ما المحشي بقى يخلص وعملنا لسان العصفور وطفينا عليه، هنبدأ بقى. كانت الفراخ في الوقت ده كانت استوت، قطعتها بالشكل ده، وبدأت اللي انا احمرها في الطاسة لحد ما تاخد معايا لون حلو. ممكن تحمريها سليبة تحت الشواية او على البوتاجاز، ده بيرجع ليكي انت يعني. هخلص انا بقى تحمير، وبعد كده هنشوف المحشي بتاعنا. ما شاء الله احلى محشي، حاجة كده تحفة جدا، بتدخل على القلب كده توديه في حتة تانية. والجو كمان ساقع ومش محتاج غير حلة المحشي دي بصراحة. وده ورق اللفت، ما شاء الله بجد بجد شوية محشي زي العسل. البخار عامل على الكاميرا خالص. وادي كمان الكوسة بتاعتنا استوت واخدة لون تحفة، وما شاء الله بجد حكاية. ده بقى كان سفرتنا النهاردة وأكلنا النهاردة. عملنا أحلى محشي مشكل، محشي كرنب وورق لفت وكوسة، ده شكلهم تحفة. وعملنا معاهم فراخ وشوربة لسان عصفور. بجد بجد من الأكلات الحلوة اللي بتدفي. جربوا طريقتي في المحشي هتعجبكم جدا جدا. ولو